تخيل معايا يا صديقي انك طبيب عادي وعلى الله حكايتك خالص، لكن بالصدفة بتكتشف انك عايش في مدينة كلها وحوش وشياطين، والافظع من كده بقى انت مش بتهرب منهم، ده انت المفروض تعالجهم، عشان ده اللي عائلتك كانت بتعمله لاجيال فاتت. فيا ترى بطلنا الغلبان هيكمل المسيرة دي ولا خوفه هيمنعه من انه حتى يقعد في المدينة؟ كل ده واكتر بقى هنعرفه النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ الحكاية. وبتبدأ حكايتنا وبنشوف بطلنا الجانج وهو بيجري في الغابة، وده عشان في شيطان بيجري وراه ومش عايز يحله، بس بنعرف ان الشيطان ده اول مريض لبطلنا، عشان جيانج لسه وارث عيادة من جده، لكن لحظه الاسود بقى ان اول مريض ليه طلع شيطان وعايز ياكله. وعلى الجانب التاني بنشوف عمنا فرانك بيتجول فوق مباني مدينة إيديتا، وفرانك ده يا صديقي يبقى واحد من الراهبين. وفرانك بيعرفنا ان برغم جمال مدينة إيديتا وانها تبان سوق ومكان جذاب للسياحة، الا انها مدينة مليانة بالشياطين اللي بتحاول تختفي وسط البشر، سواء بقى على شكل بشر او على حتى اشكال حيوانات، والراهبين بس هم اللي بيقدروا يشوفوا الشياطين دول. المهم بنرجع لبطلنا تاني اللي بيتكعبل وهو بيجري، والشيطان ده بيكون وراه ومش عايز يحله، فبطلنا بيحاول يضربه باي حاجه لكنه مش بيعرف، والشيطان بيشوف ده وبيتعصب اكتر وشكله كده ناوي يدشمله. بس في اللحظه دي فرانك بيلاحظ حاجه غريبه في الغابه، وبعدها بنرجع لبطلنا اللي بيقول ما بدهاش بقى، انا تعبت من الجري، وبيحاول يتقاتل مع الشيطان ده لكنه مش بيقدر عليه ابدا. بس بطلنا مش بيستسلم وبيسدد له ضربه قويه جدا في عينيه، وفي الوقت ده فرانك بيدخل بسرعه وبيستخدم قوته، فبطلنا بيقول له انت بتعمل ايه، هو انت ساحر؟ ففرانك بيقول له ساحر ايه يا عبيط انت، وبعدين هو ده وقته. والجانج بيعرفه انه يهرب من هنا قبل ما الشيطان ينفخه، ففرانك بيقول له ينفخ مين يلا، ده انا راهب من العشيره السماويه. بس برضه الجانج بيقول له حتى ولو مستحيل تكون بنفس مستوى الشيء ده. وفي الوقت ده الشيطان بيتعصب جدا عشان كل اللي ماشي عمال بيلطش فيه، وبيصرخ صرخه بتخليهم الاتنين يرجعوا ورا من قوتها. ففرانك بيوقع كتابه، والجانج ده دمه بيسقط على الكتاب، والصدمه بقى ان بسبب نقطه واحده بس من دمه بيخرج كائن اسطوري ضخم وقوي جدا. وفرانك ما بيكونش مصدق وبيسأل نفسه ازاي حصل كده، والكائن الاسطوري ده بيروح يخلص لهم على الشيطان ده بكل سهوله. فبطلنا بيقول يا دي النيله شيء ضخم تاني واقوى، والكائن الاسطوري ده بيروح يقرب من بطلنا جيانج، فالجيانج بيقول له لا عيب، انت لسه مساعدني دلوقتي، ما ينفعش تاكلني بالسرعه دي. بس الكائن الاسطوري ده بيكون فرحان جدا وبيلعب معاه، وبطلنا بيقول له لا يا عم انا مش عبيط علشان اشتريك، انا اصلا معيش فلوس اراعيك، انا اصلا لسه وارث العياده ما كملتش 3 شهور. ففرانك بقى بيتعصب عليه وبيعرفه ان ده كائن اسطوري، ازاي تكلمه بالطريقه دي، ده كل هدفه هو تحقيق العدل حتى لو هيحارب زعيم الشياطين. فبطلنا بيقول له زعيم شياطين وكائن اسطوري وساحر كده كتير، انت ياض عايز مني ايه، ده انت اللي سحرت عيادتي وخربت بيتي. ففرانك بيحاول يوضح له سوء التفاهم اللي حصل، بس فجأة بيلاقوا مئات السهام بتتضرب عليهم، لكن الكائن الاسطوري بيتدخل وبيصد كل الاسهم دي، بس السهام بيكونوا كتيرة جدا وواحد منهم بيسيبه. والغريبة بقى ان الكائن الاسطوري الضخم ده بيرجع طفل صغير. ففرانك بيقول له اكيد اللي عملوا كده صيادين جمعية ليكسون، عشان هم بيطاردوا الوحوش والشياطين تحت مسمى تطهير المدينة، لكن هم بيعملوا كده عشان يكتسبوا القوة من ارواح الشياطين، واعضاء الجمعية بيجوا وبيفضلوا يضربوهم بالسهام. ففرانك بيستخدم قوته بسرعة وبيعمل درع يحميهم من الاسهم دي، وفرانك بيعرف جانج ان عيادة جده محمية منهم، يلا نروحها بسرعة. فجانج بقى بياخد الكائن الاسطوري وبيجروا بسرعة على العيادة، بس درع فرانك مش بيستحمل اكتر من كده وبيتكسر. لكن بقى في اللحظة دي بتيجي العرافة إلورا، وإلورا بتقول لهم انتوا مجموعة من الاوغاد وبتهجموا على الضعفاء، وانا مش هسمح بده، وبتستخدم قوتها وبتخلص على كل رماة الاسهم دول، وبتعرفهم ان ده جزاء اللي يحاول يأذي الهدف بتاعي. وبعدها بنشوف بطلنا اللي رجع للعيادة وبيحاول يعالج الكائن الاسطوري ده. ففرانك بيعرفنا ان عائلة جانج كانت كلها معالجين على اعلى مستوى، وعلى عكس اي معالجين كانت عائلة جانج بتعالج حتى الشياطين في صمت عشان يمنعوا اي فوضى ويحافظوا على العلاقات بين البشر والشياطين. لكن بعد وفاة جدك اتدمرت العلاقات دي بسبب جمعية ليكسون اللي بيقتلوا الشياطين دي بكل وحشية عشان السلطة والقوة. بس بطلنا بيقول لها مفيش منه الكلام ده، ده احنا في القرن ال21 وفي حكومات وقوانين تحاسب اي حد خارج عن القانون، ولو كان في اي شياطين كانت الحكومة قالت فورا وحذرت المواطنين. فبطل هاري فاضي بقى، انا مش عيل صغير عشان تضحك عليا. بس فرانك بيقول له انت عبيط يا اسطى، ما انت مشغل معاك شيطانة. فبطلنا بيبص للممرضة اللي كان بيكرش عليها على طول، فبيلاقيها ثعلبة، وفرانك بيعرفه انه خلاص ايقظ موهبته اللي ورثها من عائلته، ودلوقتي بقى يقدر يشوف ويميز بين البشر والشياطين. فبطلنا بيتجنن وبيسألها انت بتعملي ايه هنا يا شيطانة؟ فالبنت بتقول له اهدى ولا انت عايز حقنة انت كمان؟ وبتقول له انا ريتا جدك عيني هنا عشان اساعده في معالجة الشياطين، وعائلتي بقى لها اجيال في العيادة هنا لانهم عندهم مهارة في الطب. فبطلنا مخه بيتلحس وبيقول
بيقول ايه المكان ده اللي مليان حيوانات خفيه وشياطين ده؟ يا جدعان حد يصحيني من الحلم ده. بس فجاه ريتا بتشم وبتسمع صوت حاجه خطيره جدا، فريتا بقى بتعرفهم ان في هاله قذره قريبه مننا، والجانج بيقول لها ايه تاني في اليوم اللي مش معدي ده. والصدمه بقى ان مجموعه من اعضاء جمعيه ليكسوم جم العياده، فالجانج بيقول لهم انتوا مين وازاي تدخلوا العياده وانتوا مسلحين بالشكل ده؟ بس رئيس المجموعه بيقول له اهدى انا جاي اتفاوض معاك، لان سيدي عايز يقترح عليك اقتراح هيفيدك انت وهو، عشان سيدي عايزك تنضم لينا وتساعدنا في اننا نلاقي الشياطين ونخلص عليها، وطبعا لو عملت كده هتكسب فلوس مش هتقدر تعدها، ده غير السلطه والقوه اللي هتحصل عليها. فبطلنا بيقول له واضح كده انك ما قريتش اي حاجه مكتوبه وانت داخل، عشان دي عياده وهدفها هو انقاذ الارواح مش التجاره فيهم، فيا ريت بقى تتفضل وتمشي من هنا وبلاش كلام فارغ بقى. ورئيس المجموعه بيعرفه انه لو ما فكرش في العرض ده كويس يبقى محدش هيخرج من هنا سليم. ففرانك بقى بيستخدم قوته عشان يبعدهم من هنا، لكن المجموعه بتلاحظ ده وبيمنعوه من الحركه، ومش بس بيكتفوه هو لا ده بيكتفوا ريتا والجانج كمان. والرئيس بيستخدم قوته وبيسحب روح الكائن الاسطوري، فالجانج بيطلب منهم انهم يسيبوه يمشي وهو هينفذ لهم كل طلباتهم. وريتا بتقول للكائن الاسطوري انه يحاول يحافظ على حياتي، بس اعضاء الجمعيه بيقولوا لها ما تحاوليش وفر طاقتك دلوقتي، وده طبعا عشان دورك جاي واحنا اولى بالبطاقه. والرئيس بيعرف جيانج انه لو كان وافق من الاول ما كانش حصل كل ده. وفي اللحظه دي بطلنا ما بيقدرش يتمالك نفسه من الزعل، لكن فجاه بقى بتخرج منه قوه مرعبه بتدمر السلاسل دي، وبيجري بسرعه على الكائن الاسطوري ده وبينقذه قبل ما يموت. والقوه دي مش بتكون شفاء بس، دي بتطهر المكان من افراد الجمعيه دول، وكمان دي بتحرر فرانك وريتا وكل افراد الجمعيه بيغمى عليهم. بس قبل ما حد بيلمسهم بتظهر قوه غريبه وبتسحبهم، فبطلنا بيعرف ريتا ان الاهتمام بالكائن الاسطوري ده هو مهمتها الجديده. لكن فجاه بقى بيظهر شيطان على شكل فيل، بس الفيل ده بيكون على وشك الموت، وبيقول لبطلنا يا حفيد عائله جيانج ارجوك ساعدني انا بموت، وبيقول له ارجوك دور على جوهره الدم بتاعتي علشان تلحقني، لان انا فاضل لي 3 ايام من غيرها هموت، وبعدها الفيل ده بيختفي زي ما ظهر. وفرانك بيروح للقوه الغريبه اللي سحبت افراد الجمعيه دي، وبيقول ان دي قوه اكبر بكتير من انها تكون قوه شيطان عادي. بس بطلنا ما بيكونش مركز معاه وبيقول لهم معانا 3 ايام بس مش اكتر، فلازم اننا نتحرك بسرعه قبل ما يفوت الاوان. وبعدها بقى بنشوف زعيم جمعيه ليكسون ورئيس المجموعه دي بيترجاه يعفي عنهم بعد فشلهم في المهمه دي، بس الزعيم بيقول له انت المفروض تتكسف على دمك وتعاقبهم انت بنفسك. وبعدها بنشوف بطلنا واصدقائه بيروحوا يركبوا مركب غريب، والاغرب بقى ان البنت اللي بتوصلهم بتمشي معاهم، فبطلنا بيقول لها ايه ده في صوت حد بيبكي وهو بيغني، بس البنت بتعرفه ان مفيش منه الكلام ده، واضح كده انه بيتخيل عشان القريه دي على طول هاديه جدا. ففرانك بيقول لها طب ما حصلش اي حاجه غريبه في القريه، لكن البنت برضه بتقول له لا القريه دي هنا دايما هاديه وبتسيبه وبتمشي، والكل بيكون مستغربها بس بيكملوا استكشاف في القريه. وبرغم ان القريه تبان طبيعيه وهاديه جدا فعلا، الا بقى ان ريتا بتكون مرعوبه، فالكل بيسالوها مالك في ايه، فريتا بتقول لهم القريه دي ما فيهاش اي حياه. وجانج بيستغرب وبيسالها انت تقصدي ايه بالظبط، فريتا بتعرفهم ان كل البشر عندهم مشاعر، يا اما فرح او حزن او غضب بقى، وريتا بتقدر انها تميز ريحه اي نوع من المشاعر دي، لكنها بقى دلوقتي مش شامه اي ريحه منهم ابدا. فبطلنا بيطلع الكتاب اللي خده من فرانك وبيدور على الفيل اللي طلب منه المساعده، وهو بيعرف عنه شويه معلومات. وبطلنا جانج بينده على البنت وبيقول لها كفايه تظاهر بقى، انا عارف انك شيطان الاحلام الحجري. والجانج بيسالها هي ليه جابتهم لعالم الاحلام الوهمي ده، فالبنت بقى بتلف وبحركه منها بتدمر القريه دي كلها. والمفاجاه بقى ان شيطان الاحلام الحجري هو الفيل اساسا، والفيل ده بيقول له ارجوك ساعدني انا غرقان في الكوابيس. بس فجاه بقى الارض بتتشق وبيطلع منها قيود زومبي، والزومبي دول بيمسكوا اي حد وبيسحبوه تحت الارض، وبيسحبوا بطلنا اللي بيبدا يشوف كوابيس لاسره والدهم مات في هجوم قراصنه. اما بقى الام في مدرب غدر بيها وسابها من غير اسطوانه الاكسجين تحت الميه، وبطلنا بيشوف كل الاسر دي بتطلب منه يساعدهم زي الفيل، فبطلنا بيحاول يخرج من الكوابيس دي كلها بس مش بيقدر. لكن بقى في اللحظه دي بيجي فرانكو وبيستخدم قوته وبيقدر يعزل بطلنا عن كل الكوابيس دي، وبيعرفه انه لازم يفوق بسرعه علشان يساعده، لان الكوابيس دي بوظت الجوهر الشيطاني للفيل الشيطاني ده، ولو ما تصرفش بسرعه الكوابيس دي هتنتشر في كل مكان وهتأذي الكل. بس الكوابيس دي بتدخل بسرعه وبتحاول انها تسيطر على بطلنا من تاني، فبطلنا بيستخدم قوته المعالجه بسرعه وبيقدر انه يعالج الكوابيس دي ويهرب منها. وبطلنا بيفوق وبيحاول يجمع قوته، بس بيلاقي فيل الاحلام ده بيهجم عليه، ففرانك بيجي بسرعه وبيعرفه ان الروح الشريره لسه مسيطره على الفيل، وعشان كده بقى لازم يتصرفوا بسرعه ويطردوها منه. وفرانك بيقدر يكتف الفيل لحد ما يشوف هيعمل معاه ايه بالظبط، بس بطلنا بيجري فجاه على الفيل ده بسرعه
جدا، والفيل ده بيحاول يخلص عليه، لكن بطلنا بقى بيتفادى الضربة دي وبياخد الفيل ده بالحضن وبيجمع كل قوته عشان يقدر يطهر جسمه من الروح الشريرة دي. وبطلنا بيقول ان لما حضن الكائن الاسطوري امبارح قدر يعالجه، وعشان كده بقى بيستخدم نفس الطريقة دي مع الفيل، وفعلا الفيل بيبدأ يتحسن وبيرجع لشكله الطبيعي، لكنه لما بيرجع لشكله الطبيعي بيبدأ ينزف وبرضه الروح الشريرة بتكون مسيطرة عليه. ففرانك بيقول له خلاص ما تحاولش، واضح ان دي ضريبة تحمل الكوابيس دي. بس بطلنا بيقول له لا طبعا اكيد في حل نقدر نساعده بيه، لكن فرانك بيعرفه ان القوانين والمناهج بتقول انهم يسيبوه ويمشوا، لان دي امن طريقة ليهم بدل ما الروح تسيطر عليهم هم. بس بطلنا بيقول له لا طبعا انا دكتور، ازاي اسيب شخص بيموت قدامي وما عالجوش؟ اكيد في الف طريقة اعالجه بيها وانا مش هستسلم من اول محاولة كده. وبطلنا بيفضل يدور ويدور في الكتاب لحد ما بيلاقي الطريقة المناسبة، وبطلنا بيقدر يدخل لذكرياته عشان يعرف ايه سبب الكوابيس دي، وبيكتشف ان الفيل ده كان ليه صديق وفي جدا زمان، والصديق ده كان دايما يوعده انه هيفضل جنبه لاخر العمر ومش هيسيبه ابدا، لكن الصديق ده اختفى فجأة من غير اي مبررات، والفيل ده مهما حاول يدور عليه مش بيلاقيه في اي حاجة. وعشان كده بقى الفيل ده دخل في اكتئاب الروح الشريرة دي وقدرت تتملك منه. وجد بطلنا لما عرف الموضوع ده حاول يساعده بوصفة تخليه يحلم احلام سعيدة، لكن الروح بقى دي بدلت الاحلام السعيدة دي لكوابيس يا معلم. فبطلنا بيفهم القصة كلها وبيحاول يساعد الفيل ده وبيرجع بالزمن عشان يعرف ايه اللي حصل لصديقه، وبنكتشف ان صديقه كان في الحرب وخسر فيها، لكن رفض الاستسلام لانه كان وعده انه يرجع، وبرغم انه حاول يقاوم بس للاسف الجنود اتكتروا عليه وقتلوه. وبطلنا بيجيب الرسالة للفيل ما لقاهاش اللي كان بيعرفه فيها انه لازم يروح الجيش، ولو ما رجعش فبيتمنى منه انه يسامحه ويعيش حياة خالية من الهموم. فبطلنا بياخد الرسالة دي وبيرجع عشان يعرف الفيل اللي حصل، لكنه بيلاقي افراد جمعية ليكسون محاصرين المكان وكمان مثبتين ريتا وفرانك، اما الفيل بيكون على وشك الموت. ورئيس الفرقة ده بيقول له شكرا ليك جدا انك دلتنا على مكان فيل الاحلام الحجري. فبطلنا بيقول لهم لا مش هسيبكم تموتوه بسهولة كده، بس بطلنا ما بيبقاش قادر يستخدم قوته من التعب، والرئيس بيسأله انت عبيط ولا ايه، هو انت فاكر نفسك مين عشان تقدر انك تستخدم قوة المعالج النقي اكتر من مرة؟ فافراد الجمعية بيضحكوا عليه وبيسددوا له ضربة قوية جدا، وبطلنا ما بيكونش قادر والرسالة بتقع من ايده، بس الهوا بيكون ليه رأي تاني وهو اللي بيوصل الرسالة للفيل اللي بيتصدم لما بيقرأها ان صديقه ما تخلاش عنه زي ما كان فاكر زمان. والفيل بيكون سعيد جدا قبل ما للأسف يموت، لكن افراد الجمعية ما بيكتفوش بقوة الفيل بس وبيهجموا على ريتا عشان ياخدوا منها الكائن الاسطوري. بس فجأة بتظهر نفس البوابة دي، لكن المرة دي بتاخد ابطالنا. فافراد الجمعية بيتعصبوا ان في نفس الوقت البوابة دي ظهرت من تاني، وبنكتشف ان اللي كان بيفتح البوابات دي هي ايلورا. ففرانك بيقول لها انا برضه كنت حاسس ان القوة دي ما تجيش غير من شيطانة زيك. فايلورا بتقول له وانا كنت عارفة اني شميت الريحة المعفنة دي قبل كده، وبعدين ياض هو انا كل ما اقابلك الاقيك مضروب ومحطوط عليك؟ بس فرانك بيعرفها ان طول لسانها ده هو اللي طردها من عشيرتها. ففرانك بيقول لها يلا انجزي، عايزة مننا ايه عشان تتعقبينا بالدقة دي؟ فايلورا بتعرفه انها اكتشفت مكان شياو زعيم جمعية ليكسون، وبعدها بنشوف رئيس المجموعة بيروح لشياو وبيعرفوه انهم قدروا اخيرا يقبضوا على روح فيل الاحلام، لكن للاسف ما قدروش يقبضوا على روح زعيم الليل لانه هرب مع جيانج وزملائه. فشياو بيسأله ازاي يعني هربوا منكم؟ ده جيانج منهك من افراط استخدام الطاقة الروحية، اما فرانك بقى فهو مصاب وطالع عينيه من الضرب، والشيطانة اللي معاهم دي لا حول ليها ولا قوة. فالرئيس بيعرفوا انهم فعلا تحت سيطرتهم، لكن فجأة ظهرت بوابة من العدم وخدتهم واختفت، وعلى حسب معلوماتي دي واحدة من تقنيات عشيرة لينشي. وبعدها بنشوف إيلورا واخداهم على مكان غريب، وبيفتح الحارس وبيطلب منها كلمة السر، فإيلورا بتديله كلمة السر، والحراس بيعرفوهم انهم يدخلوا يشتروا اي حاجة عايزينها بسرعة، لان فريق التنظيم بيجي الساعة 3 وهيجي 3 دفاعات، وعشان كده بقى حاولوا تخرجوا بسرعة قبل الساعة 3. وبعدها الكل بينزل وبيكون عبارة عن سوق عملاق. ففرانك بيحاول يقرب من بطلنا وبيوشوشوا ان البنت اولورا دي خطيرة وانه لازم يهربوا منها، بس اولورا بتقاطع كلامهم وبتسألهم انتوا بتقولوا ايه، انا مش سامع حاجة. ففرانك بيقول لها خلاصة الكلام انت عايزة ايه مننا بالظبط؟ فايلورا بتعرفهم انها عايزة تنضم ليهم وتنفذ معاهم المهمات. ولسه فرانك بيقول لها في احلامك، بس الجنج بيوافق عادي، والجنج بيسألها الاقي فين عشبة الجينسينج. فايلورا بتعرفه انها موجودة في الكشك رقم 7 عند سيدة عجوز اسمها ايه، لكن في مشكلة واحدة بس. وبطلنا بيسألها هي ايه، وبيكون فاكر ان العشبة دي نادرة جدا، بس ايلورا بتقول له بص هناك كده، وبيكون في مجموعة من الشباب ماشيين، وفرانك بيعرف ان دول مسؤولين قسم الشؤون الداخلية لمعبد توداون، ودول بيحققوا في اي جرائم او اتجار بالشياطين، فبقى لو اتقفشنا هنا هيتحكم علينا بالموت ولازم ننفصل. بس بطلنا بيقول هات انت الشنطة دي وملكش دعوة، انا هشتتهم لك، وانت وايلورا روحوا هات العشبة وادفنوها
دلوقتي. ففرانك ما بيصدق انه هيبقى مع إلورا وبيقول له خد يا معلم ربنا معاك. بس فجأة الانذار بيضرب والبوابات كلها بتتقفل، والامن بيبلغ الكل ان مفيش اي خروج قبل التفتيش لان في طاقة قوية جدا الحساسات مستشعراها. فبتحصل فوضى كبيرة جدا في السوق والكل بيكون مرعوب، وبطلنا بيلاقي نفسه لوحده من غير فرانك وإلورا. فبيحاول ينده عليهم بس مفيش فايدة، محدش سامعه ولا مهتم ليه. وفجأة بيلاقي نفسه مقيد وبيكتشف الكائن الأسطوري، وعضو المعبد بيقول له انت مفكرها سايبة كده هتدخل وتخرج كده عادي. فالجنج بيعرفه ان الكائن الأسطوري ده هينقل قوته كلها ليه، وهو هيحاول يرجع من تاني ضخم وينقذهم. والجنج بيعرفه انه ما يخافش وياخد كل الطاقة اللي هو عايزها. فعضو المعبد بيلاحظ ده وبيقول له ما تحاولش وبيقيد قوته. لكن بتيجي السيدة دي وبتقول له انت اللي ما تحاولش، عشان لو اتدخلت دلوقتي هتخلي الامور اكتر بكتير. وبتستخدم قوتها وبتشل العضو ده، فبطلنا بيتحرر على طول. والسيدة دي بتسأله انت اتعلمت فين التقنية العلاجية دي ومنين كمان؟ انت كده بتحاول تستخدم تقنية محظورة وخطيرة جدا، ومع وقاحة معبد تو داون اكيد مش هيسمحوا لك بده، بس مين اللي علمها لك؟ فالجنج بيقول لها محدش، انا فكرت فيها وقررت اعملها. وهي بتتفاجئ بيه وبتقرر انها تساعده، وبتدي الكائن الاسطوري ده عشبة مسكنة، لكنها بتعرفه انه لو عايز يعالجه فعلاجه مش هنا خالص، لان الشيء ده محتاج عشبة اسمها دموع الجراد. والعشبة دي لو ما خدهاش خلال 72 ساعة فللاسف هيفقد ذكرياته وذكائه وهيكون مجرد حيوان عادي جدا. وفي اللحظة دي بينطلق جرس انذار تاني وبيجي الدعم. فهي بتقول له بسرعة اخرج من انبوب الصرف الصحي ده، لكن قبل ما تخرج عشبة دموع الجراد دي مش هتلاقيها غير في مدينة إيشين. بس لازم تاخد بالك لان المدينة دي مليانة بالصيادين. وبعدها هي بتختفي وبطلنا بيهرب بسرعة قبل ما بيتقبض عليه من تاني. وبعدها بنشوف بطلنا قدام شجرة دموع الجراد، وبطلنا بيحاول يعزز قوة الشجرة دي عشان تكون مفيدة جدا ليه، لكنه بيكتشف ان تحتها في جثة لواحد من عائلته. فبطلنا بيحاول يرجعه تاني للحياة عشان يعرف هو مين بالظبط، بس بتحصل غلطة في التعويذة وبيقتل الشخص ده بدل ما يساعده. وبطلنا بيقوم من النوم مفزوع وبيكتشف ان كل ده كان حلم وفات، لكنه بيتصدم ان القلادة اللي كانت مع الجثة في ايده. وبطلنا ما بيكونش فاهم اي حاجة وبيستغرب ازاي وامتى لقى الشيء ده، بس بيقوم وبيلاقي الكائن الاسطوري بياكل وبيلعب وزي الفل. والغريب بقى ان الكائن الاسطوري ده بقى قادر انه يتكلم، وبنعرف ان اسمه زيوس. وزيوس بيشكر بطلنا على مساعدته ليه، وزيوس بيعرفه انه زي ما خاطر بحياته عشان يحميه فهو كمان هيخاطر بحياته عشان يرد له الجميل. بس بطلنا بيقول له يا عم بلاش الكلام الكبير ده دلوقتي، اصبر لما ترجع لشكلك الضخم، عشان انا خايف اسيبك من هنا وارجع الاقيك معمول مندي. فزيوس بيتعصب وبيعرفه ان دي ازمه مؤقته وهتعدي. فبطلنا بقى بيروح يشكر إلورا لان بفضلها قدر يعرف الدواء المناسب. بس فرانك بيلاحظ العمله دي في ايده وبيساله هو ايه ده. فبطلنا بيحكي له عن الحلم وانه صحي لقاها معاه. والغريب بقى ان العمله دي بتكون مندمجه مع بطلنا جدا. ففرانك بيقول له واضح كده ان في سر بين عائلتك وبين الشجره دي ولازم نعرفه. وبعدها فرانك بياخده لمكان غريب، وبطلنا بيستغرب وبيسالوه هو ايه المكان المهجور ده. ففرانك بيعرفه ان ده المكان اللي فيه الشجره اللي حلمت بيها، لكن بيجوا عمال بناء وبيوقفوهم وبيحذروا منهم يقربوا اكتر من كده، بس بيطلع مجرد تاجر وعايز يغفلهم. والتاجر ده بيعرفهم ان الارض جوه مليانه بالاحجار والحفر، واكيد مش هيعرفوا يمشوا جوه بسبب الاحجار دي، وعشان كده بقى هم عايزين الاحذيه الخارقه بتاعته اللي بتمشي على اي حاجه. فالكل بيروح معاه وبياخدوه على قد عقله عشان يعرفوه اكتر عن المكان. والتاجر ده بيعتذر لهم لو اتصرف معاهم بشكل مخيف، لكن هو ما بيصدق يلاقي شخص عشان يبيع له اي حاجه لان مفيش اي حد هنا. فبطلنا بيقول له ولا يهمك، بس قول لي مش دي كانت منطقه التطوير؟ هو ايه اللي حصل لها وخلاها مهجوره ومرعبه بالشكل ده؟ فالتاجر بيقول له لا ده انت تقعد وتسمع، عشان لو حد ضحك عليك ونصحك بشقه في المكان ده فاياك انك توافق، لان المكان هنا مسكون ومخيف جدا. ففرانك بيقول له هو ايه اللي حصل هنا؟ احنا عمال بناء وكان عينينا على الارض دي، لكن فجاه تدور حالها وبقت مسكونه، تعرف ايه اللي حصل؟ فالتاجر بيعرفهم ان لما كان في مستثمر حاول يبدا في البناء فيها كان كل حاجه تمام، بس بعد 15 يوم جالي مرض غريب، وكل زمايلي من عمال البناء اللي اشتغلوا في الارض دي جالهم نفس المرض. والموضوع ده استمر لاكتر من 12 سنه، عشان كل ما المستثمر يفكر يبدا في البناء كل العمال يجي لهم نفس المرض من تاني. وبسبب كده تم ايقاف العمل في الموقع ده، لان مفيش اي حد بقى يجي الموقع ده بعد كل اللي بيسمعوه. وعشان كده بقى انا بنصحك اياك تدخل المكان ده مهما كانت المكاسب. وطبعا بيضحكوا عليه وبيقولوا له لا طبعا، هو احنا مستغنيين عن نفسنا عشان نخش مكان زي ده؟ لكن فجأة بيلاحظوا تغير جذري في الاجواء بره، فبيقوموا يشوفوا اللي بيحصل بالظبط. وبطلنا بيلاقي الشجرة اللي حلم بيها والعملة بتنور معاه. فالجنج بيروح عشان يشوف الشجرة دي عايزة منه ايه بالظبط، بس فرانك بيمنعه وبيعرفه ان المفروض ما يندفعش كده زي الغبي. لكن جيانج بيعرفه ان الموضوع ده يخص عائلته ولازم يعرف هو ايه اللي بيحصل بالظبط. وبطلنا بيروح للشجرة وبيستخدم قوته عشان يعرف اسرارها
يكسرها، بس فجأة واحدة بيلاقي روح والدته بتخرج له، ووالدته بتكون فرحانة انها شافته، لكن الصدمة هنا ان دي روح شريرة وبتحاول انها تضحك على بطلنا وتمتص قوته. فزيوس بيفهم ده وبياخد هو القوة وبيرجع لشكله الطبيعي، وبيقدر انه يقف قدام الروح دي بكل شجاعة. وقبل ما الروح الشريرة دي تستخدم اي لعبة من العابها فبيكون زيوس مخلص عليها. فبطلنا بيعرف انها مجرد كذبة، وريتا وفرانك بيحاولوا يحذروه ويبعدوه عن المكان ده، بس فجأة الارض بتتشق والشجرة بتحاول انها تسيطر عليه، لكن زيوس بيتدخل بسرعة وبيحرره. بس برغم ده بطلنا بيروح للشجرة تاني برضه، ففرانك بينده عليه وبيقول له رايح فين يا غبي، ده مش هزار، الشجرة دي خطيرة جدا، ارجع يلا بسرعة. بس بطلنا بيقول له لا، لازم اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط ومين اللي انتحل شخصية امي. ففرانك بيجيب اخره منه وبيحاول يكتفه، لكن فجأة بقى الشجرة بتهجم عليه وبتلبس هي هجوم فرانك، وزيوس كمان بيتدخل وبيحاول يساعده، بس الشجرة بتكون ليها اغصان كتيرة جدا. فبطلنا بيحرر مهاراته وبيستدعي سيف من النور، والسيف ده بيمتص الطاقة وبيخرجها على الاعداء، فبيخلص على كل اغصان الشجر. وفي اللحظة دي اخيرا بطلنا بيقتنع ان هو فخ، لانه اكيد لو دي روح والدته ما كانتش هترضى يكون في اي موقف خطير. فبطلنا بقى بيستخدم قوته وبيدمر الاغصان كلها، بس الاغصان بترجع تنمو من تاني. فبطلنا بيقول ما بدهاش بقى، وبيبدأ يستخدم قوته عشان يعرف ايه قصة الشجرة دي، وبيعرف ان زمان المنطقة دي كانت غابة وكانت عايشة فيها اميرة ومعاها جدتها، والغابة دي كانت مكان سعيد بتسكنه الجنيات. لكن في وسط ما هم بيلعبوا فرحانين بدأت الكارثة، لان عمال البناء بدأوا في تدمير الغابة لتجهيز المكان للبناء. والاميرة لما شافت الجنيات والشجر بيموتوا فحاولت بقى بكل قوتها انها توقف الجرارات دي، لكن طبعا ده كان من غير اي فايدة. والاميرة كانت بتفضل تتحايل عليهم يبعدوا عن منزلها، بس عمال البناء بيطردوها من المكان عشان ما تأذيش نفسها. فجدتها بتاخدها بالحضن وبتقول لها خلاص ما تحاوليش تقاومي، ويلا بعدي من هنا وحاولي تلاقي مكان جديد تعيشي فيه حياة سعيدة. وجدتها بتموت وبتختفي مع الجنيات، لكن الاميرة مش بتسيب المكان وبتفضل تبكي جنب شجرة الجراد، ومع اندماج النفط مع الشجرة بتتكون هالة شريرة واللي بتكسر في شجرة الجراد وبترمي جنب دموع الاميرة. فقوة الاميرة بتتحرر، وهو ده اللي كان بيخلي عمال البناء يغمى عليهم ويصابوا بالامراض. والاميرة كل مرة ما كانتش بتقصد، لان دموعها كانت بتغلبها دايما. فبطلنا بقى بيفوق وبيفهم كل حاجة حصلت، والكل بيجري عليه بسرعة عشان يطمنوا عليه، لكن بتخرج منه قوة بتبعدهم عنه. وفرانك بيقول له اهدى شوية وعرفنا شفت ايه بالظبط، بس بطلنا بيفضل يتهته وما بيكونش عارف هو بيقول ايه بالظبط. ففرانك بيقول ما بدهاش بقى، انا لازم ادمر الشجرة دي، لكن ريتا بتمنعه وبتعرفه انهم لازم يعرفوا الاول جيانج شاف ايه بالظبط، عشان من ريحته في حاجة غريبة لكنها عاطفية. فبطلنا بيحكي لهم عن اللي حصل بكل التفاصيل، وفرانك بيسأله طب وده ماله مالك انت، وليه انت حلمت بالشجرة دي وليه اتجسدت في هيئة والدتك؟ فالجيانج بيقول له ده اللي انا لازم اعرفه، وعشان اعرفه لازم ارجع لتاريخ عائلتي. بس فرانك بيمنعه بيقول له اياك تعمل كده تاني، انت ما بتحرمش، انت جربت قبل كده انك تتجسس على ذكريات صديقك الفيل وده تسبب لك باصابات كتيرة وخطيرة جدا، فلو عملت بقى كده تاني ده هيسبب لك ضرر كبير في جوهرك الروحي. بس بطلنا مش بيهتم وبيعرفه ان ده واجب عليه. فزيوس بيقول له لا ارجوك فكر في الموضوع ده كويس جدا، لكن بطلنا بيعرفه انه فكر طبعا بس ده مش بارادته. وبطلنا بيقول لهم انا دكتور ما ينفعش اشوف حد بيعاني وما ساعدهوش، ومش هاممني ان كان ده بشري ولا شيطان لان ده واجب عليا. فريتا بتقول له انا فاهماك وما تقلقش انا معاك لو حصل لك اي مضاعفات. وبطلنا بيروح وبيستخدم كل قوته عشان ينقذ الاميره دي، بس الاميره بتعرفه انه خلاص مش لازم يساعدها، لكن بطلنا مش بيسمع لها وبيكمل محاولاته في مساعدتها. بس الصدمه ان برضه اعضاء جمعيه ليكسون بيحسوا بقوته وبييجوا يهجموا عليه. ففرانك بيقول لهم ان هنا يا حقيرين ومش هتلمسوا الجنج الا على جثتي. وفرانك بيحاول يكتفهم لكنهم بيقدروا يصدوا الهجوم بكل سهوله، بس زيوس بيتدخل وبيسدد ضربه قويه جدا لواحد منهم، وبطلنا بيكون على وشك انه ينقذ الاميره. وافراد الجمعيه دول بيزيدوا اكتر، وواحد منهم بيسدد ضربه قويه لزيوس وبيجرحه. فزيوس بيتعصب عليه وبيقول له انت اللي جبته لنفسك، وزيوس بيسدد له ضربه بتخلص عليه. فالكل بيتعصب عليه لان ده الجنرال بتاعهم، بس زيوس بيتعامل معاهم كلهم وبيحط عليهم. وعلى الجانب التاني بيكون بطلنا انهى التعويذه وبيقدر انه يرجع الشجره للحياه من تاني، والاميره بترجع من جديد. بس واحد بقى من الجمعيه بيقدر يفك من قيود فرانك وبيقول لهم يا اوغاد زي ما قتلتوا الجنرال فانا هقتل زعيمكم، وبيهجم على بطلنا. واميره بتلاحظ ده وبتحاول تدافع عن بطلنا، فالاميره بقى بتاخد ضرب بداله هو، وبطلنا بيتجنن وبيقول لها لا مش بعد كل التعب ده، انا طالع عيني عشان انقذك. وبطلنا بيسحب سيفه وبيخلص عليهم كلهم، وبعدها بيروح عشان يطمن على الاميره، لكنها بتعرفه انها من البدايه ما كانتش حابه تعيش تاني. فبطلنا بيقول لها
ما تقلقيش انا هقدر اعالجك من تاني. بس خلاص ما بيكونش قادر يستخدم قوته اكتر من كده، وفرانك بيقول له بطل عناد، لو استخدمت قوتك اكتر من كده هتموت. والاميره بتقول لهم انا اسفه لو سببت لكم مشاكل، لكن انا بقى كنت عايز اعيش عشان اعتذر لكل اللي اذيتهم من غير ما اقصد. فبطلنا بيعرفها ان هو اكتر شخص اتاذى بسببها، وبيسالها انت ليه اتجسدتي في صوره والدتي؟ فالاميره بتقول له عشان التاريخ الكبير اللي بين عائلتك وبين الشياطين. والاميره بتعرفه ان كان بينها وبين والدته اتفاق، لكن واضح كده انها مش هتقدر تنفذه ولا تساعده حتى، عشان كده انت الوحيد الجدير بقوه شجره الجراد. وبتسلمه جوهره الشجره، وكمان بيكون معاها جوهر الظلام اللي بيحاول يهرب بسرعه. بس بطلنا بيقول له على فين ده انا مش هحلك، وبيمسكه. فبيبدا بقى الجوهر ده يندمج مع جسم بطلنا، وبطلنا بيكون متعصب وبيقول اكيد ورا كل اللي بيحصل ده هو جمعيه ليكسون الحقيره، لانهم جم بسرعه كبيره جدا. وفي اللحظه دي بطلنا بيفتكر الجثه وبيروح عشان يخرجها. فريتا بتستغرب وبتساله انت بتعمل ايه كده؟ فبطلنا بيعرفها ان المفروض يكون في هنا هيكل عظمي، لكن بطلنا مهما بيحفر مش بيلاقي اي حاجه. وبطلنا ما بيكونش مصدق وبيقول لنفسه مستحيل يكون ده مجرد حلم. بس الصدمه بقى ان الهيكل العظمي ده بيكون مع شياو. والغريب بقى ان رئيس الجمعيه بيقول له اخيرا رجعنا الجثه امنه، لكن الاميره بقت على قيد الحياه وخدت العمله منها. فبيكون في بنت مقنعه بتساله فيها ايه يعني لو هي عاشت؟ ده بالعكس كل ما العمله فضلت معاها كل ما زادت قوتها. وشياو بيقول له ما تقلقش قريب جدا هترجع للحياه من تاني. وبعدها بنشوف ريتا بتستغل ان زيوس نايم وبتفضل تضفر شعرها وبتخليه شبه الاميرات، وبعدها بتحط له اكل كتير عشان يصحى وتشوف شكله. بس زيوس بيقول لها قديمه الحركات دي انا مش هصحى. فريتا بقى بتفضل ترخم عليه لحد ما بيصحى وهو متعصب جدا، وبيقول لها هو مفيش غيري في البيت ده، روحي رخمي على اللي مشغلك يا بنتي. فريتا بتعرفه ان فرانك وجيانج مشغولين ومش عايزينها تدخل دلوقتي. وعلى الجانب التاني بيكون جيانج بيدرس مخلوق غريب هو وفرانك، والمخلوق ده بيكون قادر على التغذي على الحواس والمشاعر، والطريقه الوحيده للسيطره عليه هي جمع اكبر عدد من جواهر الشياطين. ففرانك بيقول دلوقتي انا ليه فهمت جمعيه ليكسون بتصطاد الشياطين، لان واضح كده انهم عايزين يسيطروا على الكائن ده. بس غريبا انت ليه مركز مع الموضوع ده قوي كده؟ فبطلنا بيقول له بسبب اللي حصل امبارح، لان من امبارح عندي اعتقاد ان والدتي ماتت بشكل غريب، ده غير كمان انها كانت بتحاول توصل لي رساله انا لازم اعرفها. ففرانك بيعرفه ان ده مفيد ليهم جدا، لان ده هيزود ثقه شعب ايديتا وهيقلبهم على جمعيه ليكسون. بس بطلنا بيساله هنعمل ده ازاي وهم دايما سابقنا بخطوه؟ انا لازم اعرف هم بيستشعروا القوه الشيطانيه ازاي عشان نعرف نجاريهم. وبطلنا بيفتح الكتاب وبيكون فيه خريطه للمدينه كلها. ففرانك بيساله ده كتاب ولا خرائط جوجل؟ بس بطلنا بيضربه وبيقول له ما تقلش تاني عشان ده مش وقته. فبطلنا بيقول للكتاب خلاص هو عيل صغير ما تاخدش على كلامه. فالكتاب بقى بيفتح وبيعرفهم الموقع بالتحديد وايه اللي المفروض يلاقوه. وبطلنا ما بيكونش مصدق عينه من دقه الكتاب بالظبط. وبعدها بيروحوا عشان يخلصوا المهمه دي. بس ريتا بتلاحظ نظرات الناس لزيوس، فريتا بتقول له انت تقدر تتحول لبشري ليه ماشي بشكلك ده؟ فزيوس بيعرفها انه كائن اسطوري مش بشري عبيط، ده غير كمان ان البشر دول كرويين يعني مش هيعرفوا يشوفوني اساسا. فبطلنا بيعرفهم ان ده هو المكان، وبيطلب من الكل انهم يتفرقوا وكل واحد يبحث في مكان مختلف. وفي الوقت ده بيكون في 4 سيدات جايين وبيلاحظوهم وبيسالوا نفسهم بقى مين الاشخاص دول، اكيد مش من القريه. وواحده منهم بتقول لهم واحنا مالنا يلا نكمل طريقنا. بس زميلتها بتعرفها ان دول شكلهم لصوص يلا نتصل بالشرطه، لكنهم بيقولوا مفيش وقت للشرطه وبيهجموا عليهم وبيضربوهم وبيقولوا لهم انتوا اللصوص اللي بتسرقوا القريه فين اشيائنا يا قذرين. وزيوس بيطلع يجري وبياخد له جنب كده وبيقول البشر دول خطيرين جدا، دول بيضربوا باي حاجه حتى الخس والجرجير محلهمش، والسيدات دول مش بيحلوهم الا في مركز الشرطه. فريتا بتسال زيوس انت رجعت لشكلك الصغير ليه؟ فزيوس بيقول لها اقعدي ساكته البشر دول مرعبين لكنهم مش بيأذوا الحاجات الصغيره. والظابط بعد ما بيتحقق من بياناتهم بيعتذر لهم عن سوء التفاهم اللي حصل وبيطلب من السيدات انهم يعتذروا لهم. بس برضه واحده من السيدات دول مش بتقتنع وبتفضل تقول عليهم لصوص. فزمايلها بيحاولوا يهدوها ويعتذروا لهم عن سوء التفاهم ده وبيعرفوهم انهم كانوا الفتره اللي فاتت بيتسرقوا كتير. ففرانك بيعرفهم ان مفيش مشاكل وهم مسامحينهم. وفرانك بيسال الظابط عن حوار اللصوص اللي في القريه ده، لكن الظابط بيعتذر له وبيعرفه ان دي معلومات سريه جدا. فالجانج بيقول له يلا وكلهم بيخرجوا من مركز الشرطه وبيتفاجئوا بإيلورا واقفه بره مستنياهم. وفرانك بيسالها انت ايه اللي جابك هنا وازاي عرفت مكاننا؟ فإيلورا بتقول له احسن تستاهل تتسجن كمان عشان انت كذاب، لان احنا اتفقنا ان المهمه الجديده انا اللي هكون فيها. ولسه فرانك هيتعصب عليها بس إيلورا بتفتح بوابه بلمسه واحده منها، ففرانك بيترعب وبيقعد ساكت. وإيلورا بتقول لجانج انها عارفه مكان الكائن الاسطوري اللي بيدوروا عليه.
فايلورا بقى بتسالهم فين مكان القريه، وريتا بتقول لهم انا اعرف اوديكم بكل سهوله لان السيدات دول مشوا على القريه اكيد وانا حفظت كل روايحهم. فريتا بقى بتشغل مناخيرها وبتعرف مكان القريه بالظبط، وبعدها بيكملوا طريقهم للقريه تاني وبيروحوا لمكان فاضي، ولسه ايلورا بتسال ايه اللي بيحصل بالظبط، ففرانك بيعرفهم ان الدميه دي مليانه بالقوه الروحيه، وفرانك بيكمل كلامه وبيعرفهم ان في هنا فار سحري. فبطلنا بيسالوا ايه هو الفار السحري ده، وفرانك بيعرفوا ان دي فئران خجوله جدا لكنها من اذكى الشياطين في المدينه واخبثهم، وبيقول هو صحيح مش بيحب يأذي حد بس بيحب يجمع الحاجات الصغيره. فبطلنا بيقول لهم وانا اللي كنت فاكر ان ده منزل حد، وبيسال طب وهنعمل ايه دلوقتي، فزيوس بيقول له هنتسلى بيه ونعرفه غلطته ونسلم المسروقات للشرطه، بس بطلنا بيقول له لا احنا لازم ندوقه من نفس الكاس عشان يتعلم الادب. وبعدها بنشوف الفار ده راجع للمنزل ومعاه المسروقات الجديده، لكنه بيتصدم لما بيدخل ان انقلب السحر على الساحر وهو كمان اتسرق، بس هو بقى بيته بقى على الابيض. فالفار بقى بيكون هيتجنن وبيسال ازاي حصل كده وبيقعد يعيط. فريتا بتسالهم هو ليه مكبر الموضوع قوي كده، فايلورا بتعرفها انه اكيد بقاله شهر بيسرق فيهم. فريتا بتقول لهم احنا كده اللي اتحولنا الشياطين ولازم ندخل نواسيه، بس فرانك بيسكتها عشان ما يسمعهمش، لكن الفار بيسمع وبياخد الكيس تاني وبيروح يكمل سرقته، بس المره دي الفار مش بيحل حد وبيسرق القريه كلها. فايلورا بتقول لهم انا تعبت من اللف والسهر، احنا بقالنا اكتر من ساعتين بنتفرج عليه وهو عمال بيسرق، ما نمسكه اسرع من كده. ففرانك بيسمع كلامها وبيروح عشان يمسكه، بس بطلنا بيمنعه وبيعرفه انه لو مسكه هيقول اننا بنتهجم عليه، ده غير بقى انه ذكي وهيلبسنا احنا القضيه، وعشان كده لازم نفكر في حل نمسكه بيه متلبس. وبعدها الفار بيرجع منزله تاني وبيرص كل الحاجات اللي سرقها وبيقفل الباب بيقفله وبيحط حجر سحري وبيعمل تعويذه عليه، والفار بقى بيقول يلا بقى وروني هتسرقوا حاجتي ازاي المره دي. وبعدها بقى بنشوف الفار وهو لسه صاحي من النوم ولسه هيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيلاقي كل حاجه اتسرقت تاني مع ان محدش فتح الباب. وفي اللحظه دي فرانك بيستخدم قوته وبيعمل اصوات غريبه، والفار بيتلعب وبيقول اكيد ده شبح وبيطلع يجري بسرعه وبيفتح الباب وبيجري في القريه زي المجنون، لكن بطلنا بيغفله وبيمسكه. وبعدها الفار بيفوق وبيلاقي نفسه متكتف وبطلنا بيقول له اعترف، فالفار بيقول له اسف يا سيدي ارجوك فكني وانا مش هعمل كده تاني انا خلاص توبت. وبطلنا بيسرقه انت ليه بتسرق الحاجات دي كل شويه مع انها مجرد خرده رخيصه واكيد غير صالحه للاكل. فالفار بيقول له انا وحشتني جدتي عشان كده باخد اغراضها، وبنعرف ان الفار ده كانت فيه بنت عايزه تخلص عليه لانه فار، لكن في سيده عجوز زعقت لها على اللي هي عايزه تعمله، فالبنت بتقول لها ده مجرد فار مقرف والمفروض نتخلص منه، بس السيده العجوز بتقول لها ما انت معفنه ليه بقى ما نتخلص منك انت كمان، ده انتوا بشر حقيرين فاكرين انكم بتحكموا كوكب الارض. فالبنت بتتكسف جبهتها وبتمشي، فالسيده العجوز بتاخد الفار ده وبتربيه وخليته ليه منزل كبير مليان اكل والعاب بعد ما كان مرمي في الشارع. لكن في يوم من الايام السيده العجوز دي نامت وما صحيتش تاني، وطبعا ولادها جم وخدوا المنزل ورموا الفار تاني في الشارع، والفار بيعرفهم انه بعد ما كان ليه اكل مخصوص بقى ياكل من الزباله، والكل رجع يحتقره ويضربوه من تاني. فاول بقى لما لقى مكان يعيش فيه بدا يجمع كل حاجه بتاعت السيده العجوز اللي كان عايش معاها، وبطلنا بيبعد الكل عنه وبيقول له اهدى وما تزعلش، وبيعرفه انه من دلوقتي عيادته هي منزله الجديد. فالفار بيشكره على معالجته وعلى لفظه معاه، لكنه بيعرفه ان مفيش حد هيقدر يحل مكان جدته وبيمشي. وبعدها بنشوف فرانك قاعد في غرفته وبيلعب، بس فجأة بقى فرانك بيسمع صوت عالي جاي من العيادة، فبيقوم بسرعة يجري على العيادة ليكون فيه هجوم جديد من جمعية ليكسون، لكنه لما بيروح هناك بيتصدم من المنظر لان المكان مليء بآلاف الشياطين عايزين يتعالجوا. ففرانك بيحاول يبعدهم عشان يدخل وبيعرفهم انه مساعد الطبيب جيانج وعايز يدخل، لكن محدش من الشياطين بيكون مصدقه وبيكونوا فاكرينه كذاب وبيعمل كل ده عشان يدخل هو الاول. فالشياطين بيمنعوه من الدخول وفرانك بيزق فيهم عشان يدخل، فبيدوس بقى على انفد وبعدها بيخبطوا واحد منهم وبيجيب له حساسيه، والخنزير بيقول له هتنطر من هنا احسن لك ولا خلص عليك. وفرانك بيخرج وبيلاقي لورا واقفه بره وبتضحك عليه، فايلورا بتعرفه انه عيب عليها خنزير يمنعه من الدخول وهو في المستوى ده، وفرانك بيعرفها انه عنده حساسيه بس مش اكتر، ولازم يفكروا في حل عشان يعرفوا ايه سبب تجمع الشياطين دي كلها عند العياده. فيا ترى بقى كل الشياطين دي عايزه ايه من بطلنا، وهل ده هيكون مقلب جديد من جمعيه ليكسون عشان يوقعوا بطلنا، وهل بطلنا هيقدر يهرب من كل الشياطين دي ولا لا؟ كل ده بقى واكتر يا صديقي هنشوفه في القسم الجاي ان شاء الله. فيا ريت بقى ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه عشان تشوف كل حاجه جديده هتنزل باذن الله، ويا ريت كمان ما تنساش انك تذكر الله وتصلي على النبي، واشوفكم بقى الفيديو الجاي. سلام.